مال خليجي متدفق يخزن ويكدس في بنوك سويسرا وفي بنوك أوروبا ويدعم فيه الاقتصاد العالمي. وأخواننا يا رجل يريدون فقط يا رجل، مظلومون قتلوا في عقر دارهم، أوذوا في عقر دارهم، يريدون منا شيئا. لما لا أستطيع أنا وأنت وأي إنسان أنه يركب من هنا ويوصل المبالغ هذه؟ وأخواننا في الكويت كما تلاحظ على الملأ يعلنون من حقنا أن ندعمهم بالسلاح مباشرة يا أخي. هذا أمر الله يا أخي، من حقنا. إذا منعونا طيب لا تمنعوا هذا وتحكموا أنتم فيه، ونسأل الله يوفقكم، بس قوموا بالواجب. لكن إذا ما قمتم بالواجب لا تلوموا من سيذهب، لأنه يريد الجنة بعد. هو ما يريد الدول، ما يريد مجلس التعاون، ولا يريد جامعة الدول العربية، ولا يريد مؤتمر جنيف 2، ما يريده، ولا يريد الأمم المتحدة، ولا بان كيمون، ولا أوباما، ولا أنت ولا أنا. هذا يريد الجنة هناك. شوف، ولا راح يشاورني لا أنا ولا أنت ولا العلماء. لعلمك أنت قبل قليل تقول العلماء والعلماء، هل نحن إلى هذا المستوى يعني نصدق بأن الذين يعملون هناك ويقاتلون هناك، الذي الإنسان يحمل روحه بكفه مقدما لله عز وجل، أنه ينتظر من يجلسون مثلنا كذا الآن تحت المكيفات أن يقول له رأيا ثم يذهب إلى فراشه الوثير وإلى فندقه وإلى فلته وإلى قصره وإلى صقوره وكلابه ومنتجعاته حتى يقول له الرأي؟ هذاك قد باع نفسه في سوق أخرى غير سوقنا. هذه سوق البضاعة الكاسدة. أما هناك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. يقتلون، لاحظ ما في ألم، يقتلون. أنت ما تخاف يحطوك في البلاك ليست يا رجل. أنت كل يوم أنت مشغلني في البلاك ليست يا رجل. ايش فيك أنت؟ احنا الآن أسوأ في بلاك ليست، أسوأ من اللي أنت فيها أنت وحكامنا وعلماءنا وأولادنا. ما في بلاك ليست أسوأ من اللي احنا فيها، نرى إخواننا يقتلون وساكتين. أي بلاك ليست أخرى هي بيضاء عند هذه بلاك. نحن في أسوأ مراحل انحطاط الأمة التي يجب أن تنهض وتستنهض بعدها. وإذا كنت يا أخي في بالك البلاك ليست والCIA وكذا، أنا قرأت عليك الآيات في أول حلقة لن يتوقع هذا في نفسك. إنما ذلكم الشيطان نفسي أنا بس يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بعدين يا أخي لاحظ الله عز وجل أثنى على الذين حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا قالوا؟ هل ذهبوا إلى موسكو ولا إلى جنيف 2 ولا جنيف 4 5 6 7؟ لا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، يعني أمان. لو أننا طبقنا ذلك لم يمسسنا سوء. والله إن الله هو الصادق وأن الذي يقول ذلك هو الكاذب. فإذا يا أخي عفوا، أنت الآن يجب أن نعيد تشكيل النفسية الإسلامية والخطاب الإسلامي من جديد. ما هو إذا حصلت الأعراض والمصائب جلسنا نلطم ونبكي. هذه إنما ندفع ثمن تقصيرنا. قل هو من عند أنفسكم. صحابة رضي الله عنهم أفضل